السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني ومبسوطة جدا من الناس اللي فرحت بالفيديو اللي فات وسألت عليا، واتبسطت ان انا رجعت انزل فيديوهات تاني. ما تحرمش منكم ابدا. يلا بينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا بينا نبدأ مع بعض. هنعمل النهارده اكلة ظريفة جدا وخفيفة للناس اللي بتحتار على الاكل ومش عارفة تعمل ايه. طبعا الصيف دايما ده بيحيرنا على الاكل ليه اصلا، يعني بيبقى اكلنا اصلا يعني مش مظبوط كده في الصيف. اصلا مش عارفين ناكل اي حاجه وعايزين ناكل حاجات كويسه، انما في الشتاء بناكل اي حاجه. فهعمل معاكم النهارده سندوتشات ظريفه جدا في البيت شبه الكريب كده، بس بالعيش البلدي بتاعنا العادي خالص. بابسط مكونات عندك في البيت. هنجيب لحمه مفرومه معصجينها، وجبنه اي نوع، وزيتون. لو عندي كبده ماشي، عندي صدور فراخ ماشي. يعني اعمل السندوتشات دي احشيها اي حاجه انا عاوزاها، ما ارتبطش بحاجه معينه. هجيب العيش البلدي العادي الخالص بتاعنا اهو، واحاول اتنيه تانية الكريب زي ما انتوا شايفين كده، واحط بقى الحشوه بتاعتي زي ما انا عايزه، اي حشوه انا عاوزاها. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي بقى بمناسبه الصيف وقرب موسم المدارس. ما تحرمش منكم ابدا ولا من تشجيعكم. هنحط بقى الجبنه ونحط الزيتون ونقفل الرغيف بالطريقه دي كده، زي قفله الكريب بالظبط. تمام. ونجيب طاسه على النار فيها معلقه زبده او سمنه، او لو ما عندناش سمنه ولا زبده نجيب زيت ونسخنها بقى عادي. لو احنا عايزينه مقرمش يا جماعه نسيبه كده، بيبقى مقرمش كده وطعمه جميل بمعلقه الزبده، ونسيبه براحتنا خالص على ما الزبده، على ما الجبنه بتاعتنا تسيح. لو احنا عاوزينه طري، اول ما تسخنيه كده تحمريه وتطلعيه حطيه في كيس. طيب هي اكله ما بتاخدش وقت خالص خالص خالص، بالذات لو انت عندك اللحمه اصلا المفرومه متعصجه في الفريزر. دي أكلة سريعة سريعة هتتبسطوا منها جدا وهتعجبكم وهتعجب الأولاد، بالذات الأولاد اللي بتفضل تغلبنا في الأكل وتقولك لا مش هاكل ده ومش هاكل ده. أتمنى يا حبايبي يكون الفيديو عجبكم، واستودعكم الله يا حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.